أهلا بكم في برنامج باكورد. مع ختام مونديال قطر 2022 بدأ يظهر قدامي لعيب، ولعيب ده اسم تميمة كأس العالم. ماسكوت باللغة الإنجليزية أو التميمة باللغة العربية معناها الحرف هو جالب الحظ. وتقليد تميمة كأس العالم ده بدأ مع مونديال 1966 في إنجلترا، واحنا في الفيديو ده هنشوف تميمة كأس العالم من أول سنة 1966 لحد دلوقتي. أول تميمة كأس عالم كان الأسد ويلي على اسم الفنان اللي صممه ريج هوي ويلي، وده كان في مونديال سنة 1966 في إنجلترا. وطبعا فوز إنجلترا باللقب وقتها زود شعبية ويلي لدرجة كبيرة جدا، وحقق نجاح تجاري مهول لدرجة إنه أسس لتقليد تميمة كأس العالم. وتصميم ويلي عموما ما فيهوش غير ملحوظة واحدة بس بالنسبة لي، وهي انه لابس جاكيت عليه علم بريطانيا بينما البطولة كانت في انجلترا. هل دي غلطة ولا مقصودة؟ ولو مقصودة يا ترى ليه؟ ابقى اكتب لي رأيك في التعليقات. تميمة مونديال 1970 في المكسيك. هو نيتو، طفل لابس تيشيرت المكسيك وقبعة السومبريرو الشهيرة. تصميم تقليدي جدا من جوه الصندوق لكن شغال. تميمة مونديال 1974 في ألمانيا الغربية. تب وتاب، طفلين لابسين تيشيرت فريق ألمانيا الغربية. طفل شعره أشقر وطفل شعره أسود. تحس كده إن فيها رمز لألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وكأنها كانت رسالة للعالم وقتها بضرورة توحيد ألمانيا. يجي لي واحد قوي الملاحظة يقول لي طب ليه التيشيرت مكتوب عليه WM؟ يعني ايه؟ بص يا صاحبي، WM دي اختصار لكلمة فيلت مايستر شافت، يعني كأس العالم بالألماني. تميمة مونديال 1978 في الأرجنتين. جوتشيتو، طفل لابس تيشيرت منتخب الأرجنتين وبرنيطة وسكارف وماسك كرباج في ايده. تحسه كده كاوبوي أوي في نفسه، بس التصميم بالنسبة لي مش مفهوم أو مش واصلة أوي الرسالة اللي وراه، خصوصا إن الأرجنتين عمرها ما كانت بلد كاوبويز. حاول تكتب لي في التعليقات لو وصلك معنى أو رسالة من التصميم ده. لما نقول إن مونديال سنة 1982 كان في أسبانيا، على طول هنفكر في ماتادور أو تور، أو حتى ممكن ناخد من نفس الصندوق ونطلع طفل لابس تيشيرت إسبانيا. لكن إسبانيا فاجأت الكل وقدمت نارانخيتو، ثمرة برتقان لابسة تيشيرت إسبانيا، وده كان تصميم ذكي جدا وبره الصندوق، خرج عن المألوف وفي نفس الوقت ما بعدش قوي عن إسبانيا، وده اللي خلى التصميم ده حقق نجاح كبير جدا وقتها، لدرجة انه بعد البطولة في اسبانيا اتعمل مسلسل كرتوني اسمه نارانخيتو، واتضاف له شخصيات زي كليمنتينا وستروينو. تميمة مونديال 1986 في المكسيك. بيكيه، قرن فلفل هالابينو لابس تيشيرت المكسيك وطبعا قبعة السومبريرو الشهيرة. تحس ان المصمم خد خوانيته من مونديال المكسيك سنة 1970 ونارانخيتو من مونديال اسبانيا سنة 1982 وضربهم مع بعض في الخلاط فطلع بيكيه. في مونديال سنة 1990 إيطاليا قدمت تميمة من بره الصندوق تماما، يعني بعد ما كانت التصميمات مستوحاة من طفل، حيوان أو حتى نبات، إيطاليا خرجت بتصميم يجمع بين مكعبات الروبيك وبين ستيك مان بس بشكل غريب شوية. وكانت النتيجة مجسم بشري جسمه وأطرافه من مكعبات بألوان علم إيطاليا، وراسه كرة قدم واسمه تشاو يعني أهلا بالإيطالي. تصميم غريب أوي بس جديد أوي. تميمة مونديال 1994 في أمريكا.
سترايكر، كلب لابس تيشيرت أمريكا. واختاروا الكلب لأنه حيوان محبوب عند الأمريكان في محاولة لزيادة شعبية اللعبة في أمريكا وقتها. تميمة كأس العالم 1998 في فرنسا، فوتكس، ديك بألوان منتخب فرنسا. وطبعا معروف ان الديك رمز قومي لفرنسا، تصميم تقليدي جدا لكنه حقق شعبية كبيرة جدا في الوقت ده. مونديال 2002 في كوريا واليابان كان أول مونديال باستضافة مشتركة، ودي حاجة كانت ممكن تسبب مشكلة أثناء تصميم تميمة للمونديال، لكن الحل كان في أتو كاز نيك، 3 شخصيات من لعبة كمبيوتر خيالية شبيهة بكرة القدم اسمها أتوموس بول. وده كان حل ذكي جدا بعيد عن الرموز القومية لبلدين مختلفين. تميمة مونديال 2006 في ألمانيا، بيليه وجوليو. بيليه أسد لابس تيشيرت ألمانيا وماسك في إيده كورة متكلمة اسمها جوليو. التصميم ده واجه انتقادات كبيرة جدا داخل ألمانيا لأنه ساب النسر اللي هو رمز قومي لألمانيا واستخدم الأسد اللي يعتبر حيوان غريب عن ألمانيا وعمره ما كان رمز قومي ليها. تميمة مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، زاكومي، فهد لابس تيشيرت جنوب أفريقيا. تصميم تقليدي جدا لكن بالنسبة لي بشكله الأنمي ده بيفكرني باليابان أكتر من أفريقيا. اكتب لي رأيك في التعليقات وقول لي أنا عندي حق ولا لأ. تميمة مونديال 2014 في البرازيل، فوليكو، حيوان مدرع أو أرماديلو ماسك في إيده برازوكا اللي هي الكرة الرسمية للمونديال في الوقت ده. واختيار المدرع أو الأرماديلو كان رسالة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. الغريب بالنسبة لي إنه كان لابس تيشيرت أبيض بعيد تماماً عن ألوان منتخب البرازيل. في مونديال 2018 روسيا عملت مسابقة لاختيار تصميم لتميمة المونديال وفازت بها الطالبة إيكاترينا بوخاروفا اللي قدمت زابيفاكا، ذئب سيبيري لابس تيشيرت منتخب روسيا. تصميم تقليدي جدا، حيوان وطني لابس تيشيرت المنتخب. تمام. تميمة مونديال 2022 في قطر، لعيب، غطاء الرأس العربي التقليدي لكن معمول له وجه وبيتكلم وبيطير في الهواء. وده في رأيي تصميم ذكي جدا وجديد بيعكس عادات وتقاليد وثقافة المنطقة، واختيار اسم لعيب بيعكس الشعبية الكبيرة لكرة القدم في المنطقة. عايزك يا صاحبي بعد ما اتفرجت تكتب لي رأيك في التعليقات، ايه التميمة الافضل وايه التميمة الاسوأ من وجهة نظرك، ولو في تميمة معينة مرتبطة جواك بذكريات يا ريت تقول لي عليها. وفي النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل اللايك وشير الفيديو. سلام.